كرة ترفع داخل منطقة الهدف. الفريق الكاميروني سجل عن طريق جونشال كاستيليتو. الرسمي اكتمل لصربيا. كرة مناطق الكاميرون السيئة والتعادل عن طريق بافلوفيتش. المنتخب الصربي عبل كرة في الشباك الكاميرون. كرة العودة، كرة التعادل من شبيب. كرة خطيرة كوفيتش يمرر. كرة خطيرة سيرجي. هذا هو الأنيق، هذا هو الجراندي، هذا هو الصربي يسجل الثاني. صعب أن يبصي على نغمة الكبار. يا الصربي الثالث، يا الصربي الثالث. ماذا فعلتم بالأسود؟ متروفيتش. الفريق الصربي يتلاعب بالدفاع الكاميروني. أرى أن سيناريو سالينكو سيتكرر. الخطيب بوبكار الرابرايا. بوبكار يسجل ولكن في تسلل. بوبكار ولكن مساعد يرفع الراية. الهدف يحتسب الهدف بعد كوستيتش 5 أهداف. بوبكار هيا شوطة كاميرون. أي جنون هذا كاميرون. فينسون بوبكار هو البطل. فينسون بوبكار مانديش والكرة خطيرة وفيها جول. البلاك ستارز يفعلها. غانا تسجل عن طريق ساليسو المدافع. نعم ساليسو لاعب نادي ساوثهامبتون يغالط دفاعات الشمشون الكوري ويقول لكيم سون جو جيبها من الشباك. 1-0 لمنتخب علي جوردان ايوب بالراس وجول. الضربة الثانية للغنيم، الضربة الثانية للبلاك ستارز عن طريق محمد قدوس. قلت لكم مشاهدينا الكرام غانا ستلعب على الكرات العالية، غانا ستلعب على العرضيات. هذه عرضية على المقاس زملائهم. هذه كرة عرضية بالراس جول. عرضية بالراس جول. شوف ويرسون يعيد كوريا في المباراة. فعل الشمشون الكوري بنفس الطريقة. يا لو من سيناريو. هكذا هم الكوريون لا يستسلمون. في ظرف 5 دقائق سجل. ضغط على المنصار عرضية جول. هو جول. الثالث محمد قدوس. لم تخيب ظني فيك يا محمد يا قدوس. وحده على اليسار فينيسيوس جونيور. عادي جول. لأن رونالدو يسجل هنا الهدف التاسع ليه. اللاعب أندري سيلفا. هذه أمامنا هنا محاولة والمطالبة باحتساب خطأ. أمامنا هو منتخب البرتغال في حال تأكيد التسجيل ويسجل برونو. أمامنا برونو نجم نادي مانشستر يونايتد يسجل ثنائية في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنا بنشرح سبحان الله. اولا سبحان الله الذي علمنا ما لم نعلم. احنا دلوقتي بنشرح طريقة عمل هو مولد غاز الهيدروجين من المية بتشغل بيه العربية او الجنريتور. الاول احنا بنجيب صفائح نيكل. طبعا هي النيكل اثباتها ده مغناطيس، 2 بيشتغلوا في بعض اهو. ده مغناطيس مع بعض. النيكل طبعا ما بيمسكش فيه المغناطيس. دي لازم ضروري عشان ما يتاكلش، سرعة التآكل بتاعه تكون ضعيفة. تمام. وبنحطها واحدة ارضي وواحدة كهرباء حسب الرصة اللي احنا شايفينها هنا. نعمل صندوق محكم الغلق علشان نحتفظ بأكبر قدر ممكن من الغاز. تمام. وبنقفله. وانتوا عندكم في تجربتين على عربية وتجربة على جنريتور. وبنجيب قربة مية بتاعت عربية تستحمل الضغط علشان الانفجار العكسي ما تؤديش انفجار عكسي. والخرطوم الخارج من اللي فوق بنعملها خرمين، خرم داخل وخرم خارج. ينزل من هنا عشان المية تدينا دورة مية. وهنا خارج الغاز يخش هنا.
طبعا احنا بنملى القربه لغايه فوق الغاز علشان ما يديش انفجار عكسي، والغاز بيطلع من هنا بنحطه في الهوايه بتاع العربيه الكربراتير. ده يشغل جنريتور، ده وحدتين دول تشغل جنريتور. اللي عايز عربيه تحط وحدتين تاني من ده، يعني دي تشغل 2 سلندر، كل واحده تشغل سلندر، دي وحدتين محطوطين في بعض وبتشتغل على 12 فولت. الميه بتاعتها ما بتحطش ميه عاديه بس، بنحط على الميه حاجات تانية، حاجات مساعده اللي هو البوتاسيوم والملح والصودا علشان تساعد على سرعه احلال الهيدروجين والاكسجين من الميه. الموجب بيطلع اكسجين، ذره اكسجين، والسالب بيطلع ذرتين هيدروجين. والحمد لله رب العالمين على التقفل بقى. خلاص.